اذا ما جاتش فيك فهذا درس ليك، اذا جات في واحد اخر فهذا درس ليك. فهذه رساله كنوجه للحكام ديال الجزائر بالضبط، وبعض المسؤولين في هذه البلاد ديالنا باش يكونوا تا هما رحماء على هذه الامه وهذا الشعب. اذا حنا كشعوب عيينا ملينا من هذه المشاكل. اولا وقبل كل شيء قلوبنا معكم يا اهالينا في سوريا وتركيا. صراحه الله يوم مأساوي، يوم حزين جدا على العالم وعلى البشريه جمعاء. للاسف الضحايا ديال زلزال تركيا وسوريا فاق 2000، وعدد ديال المصابون فات 6000 وحتى 10000. في الحقيقة كارثة طبيعية بكل المقاييس، زلزال قوي جدا. هذا الزلزال اللي توقعوا أحد يعني الأشخاص توقع هذا الزلزال قبل 4 أيام ولا 3 أيام، ولكن للأسف ما يعني كلامه ما تخدش بمحمل الجد. ويعني صراحة الله صعيب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فحدث هذا الزلزال وخلف ضحايا ومأساة إنسانية ودمر الآلاف من المنازل. حقيقة غادي نوقفوا على هذه المحطة وكنقولوا قدر الله ما شاء فعل. تعازي الحارة لجميع الأهالي الضحايا وأصدقائهم، وكنعزوا البشرية جمعاء، وإن شاء الله يكون مثواهم الجنة. وقدر الله وما شاء فعل. أحسن كلمة اللي يمكننا نقولها هي هذه، قدر الله وما شاء فعل. كنتمنى من كل شيء، من أي واحد كيسمع هذا الفيديو يبارطاجيه ويدعي مع الإخوان ديالنا، ونطلب ربي يحد الباس. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. دعواتكم إخواني، دعواتكم. اليوم احنا الدور ديالنا هو الدعاء صافي. هذوك الإخوان ديالنا في سوريا بالأخص وتركيا يعانون صراحة الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذا هو المكتب. ولكن غادي نوقف على هذه المحطة لاستخلاص الدروس. هذه المحطات فهما بمثابة إنذار، بمثابة ناقوس الخطر، بمثابة أننا نوقفوا عليهم ونرجعوا فيهم راسنا. هادو هاد الأحداث هذه ما كيعملش الله سبحانه وتعالى غير باش تدوز ولا غير باش نتعاطفوا، لا، باش نوقفوا ونشوفوا شنو كنعملوا. إذن خصنا نستافدوا من هذه المحطة. اليوم واش ما يمكنناش حنا كعرب ومسلمين وأمازيغ أننا نراجعوا الحسابات ديالنا؟ واش ما كنفهموش أن في لحظة أننا تقدر تفقد كل شيء؟ اليوم عندك دارك ناس كانوا في تركيا جالسين عندهم دارهم، عندهم ديورهم، عندهم منازلهم، عندهم محلاتهم، عندهم أموالهم، أصبحوا ما كيملكوا والو. كاين اللي مات، كاين اللي فقد الأسرة ديالو كاملة. إذن علاش هاد الخصومات؟ علاش هاد التعنت؟ علاش هاد القسوحية الراس؟ اليوم واش ما جاش الوقت اننا نتسامحوا كتار، نكونوا رحماء بيناتنا؟ خصوصا اتحدث بالضبط مع المغرب والجزائر. واش ما جاش الوقت للصلح؟ واش ما جاش الوقت نفهموا ان هذا التعنت وهذا الشيء راه كامل غادي يفوت؟ واش ما فهمناش ان الحياة قصيرة جدا؟ واش ما فهمناش غدا يضرب زلزال في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس؟ يعني ما جاتش الوقت، ما آنش الوقت باش نصفيو القلوب ديالنا؟ ما جاش الوقت باش نصفيو الخصومات ديالنا؟ ما جاش الوقت باش كل واحد يخدم بلاده وشعبه؟ ما جاش الوقت باش ما نبقاوش نتزايدوا على بعضتنا؟ ما جاش الوقت باش ان كل واحد يدخل سوق راسو؟ ما جاش الوقت ان كل حاكم يخدم شعبه؟ بزاف ولينا عايشين ضغوطات في هذه الحياة، كارثة مور كارثة. ولكن هذه الكوارث الطبيعية حنا ما كنغضبوش عليها. الكوارث الطبيعية كنتقبلوها برحب صدر، وكنقولوا الله سبحانه وتعالى اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. كنقولوا له يا ربي وجيبه باللطف. اما اللي كيبقى فينا هو هذه الكوارث اللي كيعملوا الحكام ديال هذه البلدان العربية للأسف. مأساة إنسانية. كنشوفوا دول جورة وكاين المشاكل حقيقية. واش هذه ماشي محطة باش نوقفوا ونرجعوا الأوراق ديالنا ونستعدوا لما هو قادم؟ وانا كنقول لكم ماشي حيت انا كنيأسكم، فالقادم أسوأ، لا من ناحية الاقتصاد ولا حتى من ناحية الطبيعة. لأن ما وصلت إليه الطبيعة وصلت إلى الحد ديال الهيجان. كثر الفساد في البر والبحر بأيدينا.
حنا المسؤولين. اليوم الطبيعة ما كترحمش، وللأسف كدي ضحايا أبرياء، أطفال ونساء وشيوخ. هذه محطة خص يوقف عليها الإنسان ويراجع راسو. بركة من السب، بركة من الغلظة، ديها في راسك، فهم. كفانا مشاكل، من حقنا حتى حنا نعيشو شوية ديال الأمن والطمأنينة. أنا تجي اليوم صراع بلد باغي يقسم بلاد جارو، كاين الله سبحانه وتعالى غدا، كاين يوم القيامة، كاين الحساب، كاين الحساب في الدنيا. راه ديك الناس اللي باغا الشر في اليوم راه ممكن غدا ما تصبحش. مدينة بأكملها دمرت، أو مدن بأكملهم دمروا، قرى بأكملهم دمروا فيها مشات عين بقدرة قادر. هذه الدروس والعبرة. إذا ما جاتش فيك فهذا درس ليك، إذا جات في واحد آخر فهذا درس ليك. فهذه رسالة كنوجه للحكام ديال الجزائر بالضبط، وبعض المسؤولين في هذه البلاد ديالنا باش يكونوا تاهما رحماء على هذه الأمة وهذا الشعب. إذا حنا كشعوب عيينا ملينا من هذه المشاكل، ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد كنتمنى تكون وصلت الرسالة. كل شيء بارطاج هذا الفيديو خوتي، أقسم بالله العلي العظيم انت راه اليوم موجود، غدا ممكن ما تصبحش. راه الدرس ديال تركيا وهذا ديال سوريا فراه درس مهم. هذه محطة يجب أن نراجع فيها أنفسنا بزاف، لأنها ماشي محطة عادية. الله سبحانه وتعالى ما عندوش العبث. هذا إنذار لنا كاملين بنا، شعوب وحكام. الشعوب تتقي الله في بعضها، والحكام يتقوا الله في الشعوب ديالهم، والشعوب يتقوا الله في الحكام ديالهم. لعل وعسى تزيد هذه القافلة. ملينا من هذا الصداع، ملينا من هذه المشاكل، ملينا من هذه المشاكل. كنتمنى الرسالة توصل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. تعازينا الحارة لأهالينا في سوريا وتركيا. نطلب ربي يحد الباس ويلطف بهم، وتعازينا الحارة لكل من فقد قريب أو صديق في هذه المأساة اللي كنشاركوكم احنا بقلوبنا. ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والله يعمل شتاء الخير يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.